شغل التطفيش بدأ بدري بدري على الأهلي أو على مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، اللي قرر الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة القمة يوم السبت القادم إن شاء الله بين الأهلي والزمالك. وأمر بتغطية جانبات استاد التتش علشان بستاير علشان التدريبات تكون في سرية تامة. اكيد عمنا مارسيل كولر محضر لنا مفاجأة كويسة ان شاء الله. وشغل البلطجة بدأ بدري من اسامة حسن اللي ملوش شغلة غير البلطجة في نادي الزمالك بأمر من رئيسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس امرا، دعما لحبيبك واخوك سوبر اهلاوي. لو حضرتك اول مرة تشوفنا او اول مرة تتابعنا تكرم علينا باشتراك في القناة ولايك على الفيديو. وشغل التطفيش بدأ بدري من النادي الأهلي أو من لاعبي النادي الأهلي أو اللي محسوبين على النادي الأهلي. مين يا سادة؟ الكابتن وليد صلاح الدين اللي كان نجم في النادي الأهلي والكل بيعتز بيه، ولكن رجعنا لأيام موسيماني والتطفيش رجع من تاني زي ما كانوا بيعملوا مع موسيماني. مارسيل كولر اللي ما خسرش ولا مباراة من ساعة ما مسك النادي الأهلي. أي نعم هو وتعادل مباريات، بس ايه؟ بفعل فاعل بالتحكيم. مارسيل كولر اللي في دوري ابطال افريقيا فاز في المباراتين رايح جاي على فريق كان بينافس على الدوري في تونس. مارسيل كولر اللي خد الكأس السوبر، مارسيل كولر اللي وصل للنهائي في كأس مصر، مارسيل كولر المتصدر الدوري بفرق 4 نقط عن اللي بعدينا اللي هو فيوتشر. ولكن 2 لعيبة خير النادي عليهم طالعين بيقول لك دي ماشيه معاه سلكه. يعني زي ما قبل كده برضه محمد فضل هو بنفسه بذات نفسه اللي طلع وقال لك على موسيماني بتاع بطولات بس لكن مش بتاع اداء. يا فرحتي يا فرحتي على الناس اللي ما بتتكلمش على مدير فني خسر كأس سوبر سعودي مصر سعودي، ولا خسر كأس السوبر المصري من النادي الاهلي، ولا طلع من نصف النهائي في كأس مصر، ولا متأخر في ترتيب الدوري في المركز الرابع. ولكن لا حياة لمن تنادي، ما يقدروش، لكن بياخدوا تعليمات من قناة ينفذوها على مين؟ على النادي الاهلي، علشان شافوا النادي الاهلي ابتدت السكة تمشي والطريق تعود لمجاريها او المية تعود لمجاريها تاني، والطريق تمشي سالكة ان شاء الله مع النادي الاهلي زي ما كان من سنتين ماشية. لا هنعودوا علشان يهددوا النادي الاهلي. وشغل البلطجة بدأ بدري من اسامة حسن. قبل البلطجة يا سادة واسامة حسن اللي ملوش اساسا ما لعبش حاجة في النادي الزمالك وطالع بيقول لك لعبت النادي الاهلي كانت بوس ايدينا علشان نسيب لها الماتش، الكذاب منافق. ولكن الاهلي قرر بطلب من منظمة الصحة المصرية لمكافحة المنشطات ان هي تحضر مباراة النهائي وتسحب عينات من الفرقتين. الحمد لله ان الاهلي ما قالش من فريق الزمالك، ولكن قال من الفرقتين تحضر النهائي وتسحب. كده الشغل ده يأكد لو حصل بجد النادي الاهلي ماشي على الطريق الصحيح. ليه بقى؟ هيأكد لنا كلام لو هم ما عندهمش حاجة، هيأكد لنا كلام رئيس الزمالك اللي طلع قال لك لعيبة الزمالك بتشرب ايه؟ مخدرات وحشيش. طبعا هنشوف الكلام ده زي ما بيقولوا، زي ما قال رئيس نادي الزمالك ده. لو حد اتكلم والداخل بعد خالد الغندور ما كان عنده شياط امبارح وبيعيط وبيبكي وبيولول زي الولايه والحريم لما كان بيتكلم على كهربا ويقول لك طب ما تدفعوا له الغرامه، وكله بيدخلوا في دماغ جمهور النادي الزمالك وبيقول لك ان كهربا او غرامه كهربا هي 80 مليون. لا والله يا روحي، ده غرامه كهربا هي مناصفه مع النادي البرتغالي. حتى لو كان فلس هو مش مسؤول عن الموضوع دوت، النادي البرتغالي ده مع نفسه يشيلوا الاتحاد البرتغالي، لكن ما يشيلوش ايه؟ كهربا لوحديه. واسامه حسن وشغل البلطجه اللي بدأ بدري ومفيش لا حسيب ولا رقيب ولا حد بيتكلم. قبل كده اسامه حسن ده طلع وكان بيتكلم في العربيه وخلع الفانيلا وكان قاعد بفانيلا بحمالات وكان بيتكلم وبيشتم وبيهين في رموز النادي الاهلي والنادي الاهلي، اللي طلع بيقول لك عماد متعب ووائل جمعه ومحمد ابو تريكه وبركات كانوا بيبوسوا ايدينا علشان نسيب لهم الماتش اول مباراه اللي ضيعنا عليهم الدوري. صحيح والله هو انسان اقل حاجه تتقال عليه تافه
تافه، لكن هو بياخد تعليمات من مين؟ من رئيسه، رئيس الزمالك اللي بيخليه ياكل عيش. ده مدرب ناشئين، ده معنى كده ان هو ده امال ده لما مدرب ناشئين وبيعمل كده وبيتكلم بالطريقه ديت، مين هيحاسبه؟ مين هيحاسبه؟ والناشئين وعايزين الجمهور، ويقول لك الروح الرياضيه والجمهور ومش الجمهور. ده والله كتر خير الجمهور ان هو عايش بيسمع الكلام ده من مدربين وناس شغاله في الاتحاد في نادي الزمالك. ده انتوا صحيح على فكره كلمه وقالها هاني العجيزي قبل كده، قال لك انا لما كنت في النادي الزمالك وانا في الناشئين كانوا بيعلمونا، ما بيعلموناش الكوره ولا المهارات، اكتر ما بيعلمونا ان احنا نكره النادي الاهلي. كانوا بيرضعونا كره للنادي الاهلي. اه والله قالها كده بالحرف الواحد اهو. ده مدرب ناشئين وشباب، وبص بيتكلم ازاي، ولا حد بيحاسبه ولا اي حاجه. ولكن في ناس اتدخلت وعملت بلاغ للنائب العام، لعل وعسى يكون خير ان شاء الله، وفالخير على اللي زي اسامه حسن، علشان الناس دي تتربى وتتلم. وما ينفعش كده بصراحه التطاول ده. يعني ايه بيقول لك انا عاوز اشوف لعيبه الاهلي على الارض؟ يعني ايه على الارض؟ تقصد ايه؟ وبيتكلم بكل حده وكراهيه، بكل حده وكراهيه. ده واحد بيحض على الكراهيه والعنف وكل حاجه. ودي رياضه، والرياضه اخلاق وروح رياضيه زي ما بيقولوا، لكن مش كده. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان كان في صح بلاغات للنائب العام، النائب العام يتخذ موقف حاسم مع واحد زي اسامه حسن ده، علشان اللي بيعمله والفتنه السائده اللي بيعملها هو ومرتضى منصور وكل اللي بيعملوه في قناه نادي الزمالك، والكلام اللي كانوا بيتكلموه امبارح بعد وصلة سب وسف قعدت اكتر من نصف ساعه ومحدش كان عارف يكلمهم ولا حد عارف يرد عليهم. وفي الختام ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.